وانا خضرا بالشرب. ده كوكو العربي بس القديم. طبعا الصوت مش هيتسمع اوفر عشان الدنيا دوشه قوي حواليا. ده كوكو العربي القديم. شوربه لسان عصفور ومكرونه، وده كفته فراخ محمره، وفي لحمه طبعا، وفي صوره. هات الصوره كده اما اصورها. ربع كفته، ربع كفته. لا مش هيطلع صوتك اساسا، صوتك مش باين يعني. قول يا ابني ربع. انا قلت ما ربع كفته اهو، ربع فرخه خش عليه ازاي؟ الوجبات هات الناحيه التانيه يا محمود. ده اللي عند الموقف القصر، كوكو العربي القديم، مش اللي في شارع اسكندريه اللي من جوه ده. ده القديم. ده القديم. ده بتقعد قاعده فيه قعدات على كراسي، وفيه قعدات عربي زي ما احنا قاعدين كده. انا بحب القعدات دي والله. انا بحب الكفته. جرب كفته. قول. من غير الطحينه زي ما اسمه ايه؟ زي الاكيل مراد. الاكيل مراد بتاع سي بي سي سفرة، مش الناس اللي بتطلع على اليوتيوب يا جماعه. لازم نعيد الكلام عشان يبقى لازم يقطعوا المكرونه. ده مطعم كوكو. طعمها حلو. دسمه وشديده يعني. مش دسمه. والله طعمها. بس انا ما بحبش اللحمه اللي بتبقى فيها دسامه اوفر، دي بتموتني بعدها. ببقى عايزه اخد حاجات بقى وادويه في فاصوليا بيضه، في ملوخيه، في شوربه. الملوخيه الملوخيه بتاعتهم دي اللي هي بتبقى تقريبا ناشفه. وده الرز الاحمر، ودي الحاجات اهي. محمود بياكل سلطه وبياكل وبينفض. صح. الشوربه طعمها ايه؟ حلو والله، فيها الزنقه. طيب دي كوكو العربي القديم، قلنا نجربه. هنبقى ناخد كلمتين لمحمود بعد ما يخلص يقول لنا رايه في الاكله ايه، عشان يقول لنا طعمها حلو ولا ايه. انت هتشرب شاي؟ انت هتموتنا بتشرب شاي؟ امال ايه؟ يا ابني كل بقى ارجوك. بعد الاكل كوكو العربي اللي هيموتنا. ممتاز ممتاز وحلو قوي يا جدعان، وفي كفته ولحمه وفراخ، حاجات حلوه قوي طعمها حلو. عند الموقف ده الفرع القديم مش الفرع الجديد اللي في شارع اسكندريه. ده حلو. وده الشاي. محمود لازم يشرب شاي بعد الاكل. تشرب شاي يا محمود؟ انت بتاخد شويه صغيره عشان الشاي بيتعب جدا. انا هدوق بس. يلا. لا مش هنضرب. مسكر. ايوه ما مسكر قال لي والله ما ينفعش. يعني قال لي كل بتاعت الشاي مسكر. ده الاسود؟ انت ما ينفعش اسود. لا مش عارف. بص الاسود عامل ازاي؟ اسكت بقى. ده اللي هو الشاي اللي هو الفحمه، اللي هو فاهم يخش في الدماغ ده، يوقف الدماغ كده ما تنامش 3 ليالي. ايه رايك في التجربه؟ ممتاز. ايوه، صب اللي هي الصبه الاعتياديه اللذيذه دي. ايوه.